مي، انا جاي اتقدم لك النهارده يا مي عشان تبقي شريكة حياتي ومراتي وام اولادي. بجد انت فاجئتني قوي يعني. انا بس انت ما قلتليش هو انت شغال ايه؟ شغال على نفسي. يعني ايه؟ انا شغال على نفسي شغلانتين يا مي. ما شاء الله ده حلو قوي. ايه هم بقى؟ شغال على نفسي الصبح، بعد كده برجع اريح شويه، بعد كده برجع اشتغل على نفسي بعد الظهر. ايوه يعني ايه هي الشغلانه بقى؟ يعني بتشتغل ايه؟ بصدر يا مي. بتصدر ايه؟ بصدر طاقة إيجابية للأحباء والخلان والأعزاء. إيه ده؟ إيه؟ لا انت فهمتني غلط. انا قصدي الشغلانه اللي بتاكل منها عيش. بتجيب فلوس منين؟ أحييكي على السؤال ده يا مي، لأن السؤال هنا بيفرض نفسه. هل بالطاقة الإيجابية يا جماعة نقدر نكسب فلوس؟ الإجابة نعم، والعكس صحيح. هديكي مثال. أنا وأنتي لا قدر الله لو اتجوزنا وقاعدين مع بعض ومش معانا فلوس مفلسين، بس بنفكر بشكل سلبي ونقول احنا مش معانا فلوس، اخر الشهر هيجي مش معانا فلوس. قانون الجذب بيقول لك ايه؟ فعلا هيجي اخر الشهر ومش معانا فلوس. لكن نفس المثال لو انا وانتي متجوزين بس بنفكر بشكل ايجابي ومفلسين، بس مفلسين واحنا مبتسمين وبنصدر طاقه ايجابيه، بنقول احنا هيجي لنا فلوس، احنا مش لاقيين ناكل بس هيجي لنا فلوس، بسعاده وبطاقه ايجابيه. قانون الجذب بيقول لك ايه؟ فعلا اخر الشهر هيجي لنا فلوس ونقدر نيجي كوكو تاني وناكل اللي احنا بنحبه وناكل اللي احنا عايزينه ونافور الجبنه وناكل كوكو رايس. ما ده هي لا تكون شغال بتاع تنميه بشريه. انا فعلا بتاع تنميه بشريه وبنمي مهارات البشر. ده هيفيدك في ايه يا مي؟ واحد، هننمي مهاراتك. اتنين، بنكسر المستحيل ونتحدى الصعاب. تلاتة، بنطور ادواتك ونحقق ذاتك. هعمل لك تجربه عمليه دلوقتي يا مي تفهمك ايه الموضوع. غمضي عينيكي. فتحي عينيكي. غمضيها. فتحيها. لا مش هنفهم. قولي ورايا بقى. عاوز انجح، عاوز انجح، عاوز انجح. يلا. عاوز انجح. عاوز انجح. عاوز انجح. اصرار يا مي. حاضر اهو. عاوز انجح. 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 لا انا عاوز انجح. كده بقدر وانا عليها عفريت. عاوز انجح. ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ ايه الجنان ده؟ اسكت. عاوز انجح. اسكت يا شيخ ربنا يسامحك. ايه؟ ها، حاسه ايه يا مي؟ حاسه اني هبله. هكون حاسه بايه؟ يعني مش حاسه بحاجه طبعا، عشان مش شغاله على نفسك كويس. هبقى ادربك بعدين. خلاص يا سيدي سيبك من الشغل. هتجيب لي ايه شبكه؟ ايه الشبكه؟ ليه الكلام الجارح ده يا مي؟ ايه الشبكه؟ ايه معنى كلمه الشبكه؟ الشبكه هديه العريس للعروسه. الهديه مش بمعناها المادي القذر المعروف، الهديه بمعناها المعنوي. عشان كده يا حبيبتي انا هجيب لك قلادة الطاقة الإيجابية، أشياء بتعمل هالة وجاذبية وتسحب منك الطاقة السلبية وتديكي طاقة إيجابية. ام الطاقه اللي تعبان. بقول لك ايه، بلاش الشبكه. هنعمل ايه في الفرح؟ الفرح؟ قدرت تقولي كلمة الفرح وانا راجل بتاع تنمية بشرية ومنمي بشر؟ انت عارفة الموضوع ده بيتكلف كام؟ اتفضلي شوفي البنود. أول مصيبة القاعة، تاني مصيبة الجاتوه، تالت مصيبة التورته والاكل والبذخ. لكن انا مش هعمل فرح. مش هنعمل فرح صح؟ هنمشي بقى في الشارع نقول عايزه افرح عايزه افرح انا عايزه افرح عايزه افرح. ثواني، وده اللي هنعمله؟ انت فهمتي يا مي؟ يلا معايا. انا بفرح انا بفرح. لا يا مي، لا يا مي، ده مش حقيقي. احنا هنعمل فرح فعلا. هنروح حديقه، جناين كانت او بستان، ونلم اصحابنا ونغني الاغاني بنفسنا مش نسمع حد، ونقول إيه ركبت الاكس 6 ما ركبش انا التاكس، ونقول اخواتي ما احبش الفرافير حتى لو راكبين دتائر، نقول كل الحاجات. سيبك يا سيدي من الشبكه والفرح، خلصنا منهم. انا بقى الحاجه الوحيده اللي ممكن ما اتغاضاش عنها هي الشقه. هتعمل ايه في الشقه؟ الشقه؟ ليه يا مي؟ هو انت باباكي مش عنده شقه؟ لا عندنا شقه الحمد لله، بننامش في الشارع يعني. طب خلاص يا مي، اقعد انا وباباكي في نفس الشقه. ليه يا مي؟ انا وانتي لو قعدنا يا مي في شقه لوحدنا هنستقل ونتقهقر وننزوي وننطوي، لكن لو قعدنا مع بابا انا وانتي هنحقق مبدأ المشاركه، روح الجماعه. هكون جزء من عيله صغيره اللي هي جزء من عيله اكبر اللي هي مصر، اللي هي الوطن. ولا انت بتشتغلني يالا؟ ما اسمحلكيش، انا بشتغل نفسي. اهي بشتغل على نفسي. ده انت عطل وما حيلتكش حاجه اساسا. لاحظي كده انك بتصدري لي طاقه سلبيه يا مي. طاقه سلبيه؟ ده انت بارد ومفيش حاجه محوقه فيك. من وجهه نظرك بارد، من وجهه نظري عندي ثبات انفعالي. ثبات انفعال؟ مين ده اللي ثبات انفعال؟ قوم يلا خش جوه وريني ثباتك الانفعالي ده وانت بتحاسب. قوم حاسب، قوم يلا. لا بفكر في شويه طاقه ايجابيه يعني. بلا ده انا هفتح دماغك بطاقه. قوم حاسب. بفكر في موضوع ضد السلبيه. قوم حاسب دلوقتي. الحساب مش حاجه حلوه ما درستهاش في التنميه البشريه. قوم يلا قوم يلا
قوم تعالى معايا، تعالى. حاسب يا تقيل. انا بتاع تنميه بشريه، حاسب. حاسب عادي. يا انا مدرب. خش حاسب بقى، خش. الحساب لو سمحت. حضرتك لو اديتك الحساب دلوقتي هتكسب مكسب قريب بسيط، لكن لو انا عملت لك ريفيو على الفيسبوك وعلى الانستجرام وقلت راي ايجابي في المحل، هيحصل ايه؟ كوكو هيفتح افرع كتير وهينجح اكتر والناس تيجي اكتر. مبروك على النجاح، انا السبب فيه. بص علي كده، لا مؤاخذه يا استاذ، خد حسابك، خد اي واحده من حاسب من دي. تعالى لي بقى انت هنا، انا عايز اعرف بقى انت ما بتحاسبش الراجل ليه؟ مدرب تنميه بشريه. يعني ايه